قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، وعشان تعرف إيه أحداث القصة كمل القصة لحد النهاية. وما تنساش إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وكومنت، لأن يوتيوب بيحب اللي بيدعم الفيديوهات. فدي ممكن تكون حاجة تافهة بالنسبة لك، بس بالنسبة لليوتيوب هي مش تافهة. يلا بينا نبدأ على بركة الله. انا ما كنتش مصدق في الحاجات دي لحد اللي حصل معايا ليلة الخميس. انا كنت راجع من الشغل متأخر، الساعة كانت داخلة على 2 الفجر والتليفون فصل شحن. قلت اعدي على اقرب كشك اشحنه، بس الغريب ان الشارع كله كان فاضي. مش فاضي عادي، فاضي زيادة عن اللزوم، كأن حد مسح البشر منه. لقيت الكشك نوره شغال بس مفيش حد جوه. حطيت التليفون في الشحن وسبته على الكونتر وخرجت استنى. بعد دقيقتين التليفون رن، رقم غريب مش مسجل، بس الاسم كان مكتوب انا. قلت يمكن تهنيك ورديت. الصوت اللي طلع كان صوتي، بس مش صوت تسجيل، صوتي وانا متوتر. قال اوعى تتحرك، اوعى تلف وراك. ضحكت ضحكة عصبية وقلت مين بيهزر. الصوت سكت ثانيتين وبعدين قال انا مش بهزر، انا انت. بعد 5 دقايق جسمي سقع. قلت بعد 5 دقايق ايه؟ قال لي بعد ما تشوف اللي وراك. قلبي كان هيقف. غصب عني بصيت في ازاز الكشك اللي قدامي. انعكاسي كان واقف، بس في حد واقف ورايا، حد مش ليه ملامح، وشه عامل زي الشاشة الفاضية، بس عينيه سودا، سودا قوي. التليفون قال لو لفيت هيقرب، ولو جريت هيجري، ولو صرخت مش هيسمعك حد. قلت بصوت واطي اعمل ايه؟ قال لي ارمي التليفون. رميته، بس الصوت كمل من غير تليفون، من وداني وجاي من دماغي. متأخر، انت بصيت خلاص. حسيت بنفس على رقبتي بارد مش طبيعي. غمضت عيني وقلت الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وفجأة نور العربية عدى والشارع رجع طبيعي، ناس، صوت، دوشة، وانا وقعت على الارض. التليفون كان مكسور، مفيش مكالمات، مفيش سجل. رجعت البيت قلت خلاص يمكن تهيؤات. عدى اسبوع ونسيت، لحد ما امبارح التليفون رن، مش متسجل والاسم مكتوب انا. رديت وسمعت صوت واحد مرعوب بيقول اوعى تتحرك، اوعى تلف وراك. الصوت ما كانش صوتي. فضلت ماسك التليفون ودني بتصفر. الصوت اللي على الخط كان واحد تاني، صوته مكسور، نفسه متلاحق، بس كان فاهم كل اللي انا فاكره. قال لي انت سمعتني صح، ما تلفش مهما حصل. قلت له انا بتلفت حواليا، انت مين؟ سكت شويه وبعدين قال جمله خلت رجلي تخني، انا انت، بس مش النسخه اللي فاتت. قبل ما اسال سمعته بيصرخ داخل الشقه. سالته مين؟ قال اللي واقف وراك دلوقتي. قلبه وقع. انا كنت واقف لوحدي ولا كده فاكر؟ قلت له مفيش حد هنا. ضحك ضحكة قصيرة، ضحكة واحد خلاص عارف الحقيقة، وقال ما انا قلت كده برضو. الانوار طفت فجأة، مش قطع كهرباء، لا، احساس ان النور اتسحب من المكان كله. الهوا بقى تقيل وكأن الشقة نفسها بقت بتتنفس. سمعت خطوة ماشية على الارض، مش على الارض، جوه الحيطان. قلت بصوت واطي اعمل ايه بسرعة، اعمل ايه؟ قال لي بسرعة لو شفته عمرك ما هتعرف تنساه، لازم تخليه يشوفك انت. قلت مش فاهم. قال انت فاكر ليه دايما بيبقى ورا، لو عمره ما قدام؟ وقبل ما يكمل الخط قطع والباب اللي ورايا اتقفل لوحده. حسيت بحاجة قريبة أوي من ودني، صوت همس، مش صوت بني آدم. لف، كنت ببكي من غير دموع. قلت مش هلف. قال كلهم قالوا كده. في اللحظة دي لمحت صورتي في مراية الصالة، بس الصورة اللي كانت متأخرة ثانية. أنا أحرك إيدي الانعكاس يتحرك بعدها. فجأة الانعكاس ابتسم، مش أنا. المراية اللي اتشرخت من النص وطلع منها نفس الكيان، مش الجسم كامل، أجزاء بتتجمع وكأنه بيتعلم يبقى بني آدم. قلب صوت شبه صوتي، دورك. فهمت الحقيقة، هو مش بيطارد الناس، هو بيستبدلهم. كل مرة النسخة تفشل يعمل نسخة جديدة، وكل نسخة لازما تحذر اللي بعدها. آخر حاجة عملتها إني فتحت التسجيل وقلت
لو بتسمعني يبقى أنا خلاص. سمعت التليفون بيرن، رقم مش مسجل. الاسم كان أنا. قبل ما كل حاجة تسود سمعت صوتي بيقول اوعى تتحرك، اوعى تلف وراك. ومن ساعتها أنا لسه هنا، بس مش متأكد إنها واحد فينا. ولو تليفونك رن دلوقتي وشفت الاسم ده ما تردش.